إن العليم الحكيم رفع بعض الناس فوق بعض درجات في الرزق لحكم ظاهرة وخفية. وهذا التمييز ليس تمييزا طبقيا عنصريا، حاشا لله، بل هو تمييز تصنيفي لمصالح العباد. فلو كان كل الناس طبقة واحدة لفسدت الأرض، ولو كانوا كلهم أغنياء لما قام أحد بعمل. قد يرزق الله سبحانه وتعالى العبد الذكي النشيط مكافأة له على سعيه واجتهاده، وقد يحرمه من الرزق تعليما له ولغيره أن الرزق بيد الله وحده، فليس كل الأذكياء أغنياء، وليس كل الأغبياء فقراء. وربما يرزق الله إنسانا لصلاحه أو صلاح والديه، وقد يحرمه من الرزق امتحانا لصبره أو منعا له من الإفساد في الأرض. وقد يرزق الله الكافر ليضله